انا مش هخلي بنتي في يوم من الايام تشيل همي، ولا هخلي ابني يشيل همي. عشان كده انا عملت المشروع ده. ان شاء الله مش هخلي حد يشيل همي لغايه ما اموت باذن الله. بدأت المشروع بقالك وقت قد ايه؟ بقالي سنه ونص، بس النجاح بقاله عباره عن اسبوع واحد. اسبوع واحد. اسبوع واحد الحمد لله. كلمينا عن احساس النجاح وبدايه النجاح. والله احساس النجاح لما حطيت الفيديو على التيك توك بالليل الصبح قبل ما انزل لشغلي وافتح المحل، وما طلعت بالليل وشفت تعليقات الناس. ياه، ازاي بقى انك تسجلي الفيديو؟ والله انا كنت بقالي كام يوم، لو شفت الفيديوهات اللي قبلها انا كنت طالبه من الناس يا جماعه انا عملت مشروع وما نجحش، طب ايه رايكم انا هعمله تاني بس انتوا تشتروا مني. انا كنت قايله في كذا فيديو، بس الفيديو ده بقى اللي جاب الحمد لله، يعني علق مع الناس الحمد لله. عملتي الفيديو ونزلتيه؟ بمنتهى البساطه زي ما بيقولوا، اتكلمت بمنتهى البساطه، وكنت يعني بكلمهم من قلبي والله العظيم. عشان كده وصل كلامي لكل الناس. ده كفايه ان في ناس بتتصل بيا بس عشان تدعي لي وتقول لي ربنا يقويكي. والله العظيم بيسعدني قوي اكتر من الفلوس والله. يعني كفايه ان هم اخيرا حد حس بيا، واخيرا بقى عندي ولاد واصحاب كتير. انا ولا كان عندي. جالك كان ايه؟ والله كلهم حلوين، والطف تعليق بيجي لي ان شاب يقول لي او يتصل بيا يقول لي والله العظيم انا حاسس ان انت امي، انا امي ميته وحاسس ان انا اعرفك بقالي كتير وبتمنى ان انت تكوني امي. دي تسعدني جدا والله العظيم. اخيرا ما كملتش تعليمي وكنت متضايقه جدا، بس اخيرا الحمد لله حسيت ان الناس كلها بتحبني من غير ما اكون يعني زي ما بيقولوا ايه، عندي حاجه مصلحه عشان يحبوني عشانها، من غير مقابل. يحبوني لله في لله، وده حاجه تسعد اي حد. الحمد لله يا رب. دايما اول ما بتضايق بقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، وافضل اقولها وافضل اسبح وافضل اقول يا رب ارزقني، وافضل اقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وافضل لما كنت بشتغل، يعني انا كنت امشي انادي على شغلي، كنت انادي اقول يا جماعه طب ما حدش عايز يشتري، طب صلوا على النبي، وانا بضحك كده بصي يعني بنفس الطريقه. يعني بص تقولي ايه؟ كنت بتمشي بقى تقولي ايه؟ يعني صلي على النبي، ما حدش هيشتري مني، طب اللي مش هيشتري طب يصلي على النبي. والله العظيم الناس كانت بس تشوف وشي ابتسامه على وشهم، ما اقدرش اقول لكم عامله ازاي. يمكن السر ان انا الحمد لله راضيه طول عمري، ما بعترضش خلاص. يعني هو اللي حصل حصل، يعني اللي حصل لي حصل لي، هسكت بقى؟ لا ما اسكتش. اعرف ازاي اخرج نفسي من اللي انا فيه واخرج ولادي. مش خلاص الدنيا صعبه والحاجه غاليه اقعد في بيتي بقى واقول بكره ربنا يسهل؟ انا لما هسعى واحط القرش على القرش هعرف اعمل. الحاجه غليت بقت الحياه صعبه، بس مع الاستمرار ان شاء الله هتقفي على رجلك وتعرفي ازاي تبقي احسن. بتمنى لما اكبر في السن ما اضطرش ان انا انقل من مكان لمكان. للاسف بقالي 30 سنه انا مش عارفه انا سكنت في 50 شقه تقريبا، من كتر ما انا بنقل من هنا لهنا ومن منطقه لمنطقه. حتى اولادي ما عرفوش يعملوا صداقات بسبب ان انا بتنقل من منطقه لمنطقه، ودي حاجه مزعلاني قوي. بتنادي سياده الرئيس؟ والله العظيم بتمنى يسمعني. انا عايزه شقه بس ان شاء الله يعني انا موافقه ان انا ادفع حقها، انا مش عايزاها ببلاش، بس انا نفسي في شقه بس. يعني والله العظيم كل سنه اقول هقدم في الشقق اللي بتنزل، وللاسف كل سنه بتغلى عن اللي قبلها، ما بقدرش اقدم فيها.